بص بقى يا معلم، دوري ومش هسيبهولك، مكسب ومش هفرط فيه، حتى الهداف برضه مش هسيبهولك. بصراحة كان نفسي تبقى مصلحة متبادلة، بس انت اللي فرطت فيها. اكسب لك المصري وتعطله، تكسب لي بيراميدز وترجعه. انت رزمة وانا رزمة. مصلحة متبادلة يعني غريبة، بس مش مشكلة، تعادل تعادل. الاهلي كسب المصري وطلع للقمة كالعادة، وصل للفوز ال 16 على التوالي في دوري الموسم الحالي. اما بقى وسام ابو علي بيسجل هدفه ال 12، ويبقى ورا مايلي هداف الدوري ب 14 هدف. بس وسام ابو علي من دور واحد بس يعني. ده بعيدا عن انه في اخر 10 ماتشات ساهم ب 12 هدف بس. تبدا ماتش المصري تعمل اسيست بمجهود فردي وكمان بالرجل العكسيه. نزلت ماتش مودرن سبورت عملت اسيست جول الفوز. طاهر يتصاب فتنزل مكانه في اول ماتش بيراميدز وتعمل ماتش كبير هجومي ودفاعي وتوقف الجبهه اللي انت بتلعب عليها. تعال بقى للماتش نفسه. اكرم توفيق وكريم فؤاد ونجم عاملين ماتش كويس جدا. حسين الشحات مستواه متغير من ماتش لماتش ومبقتش فاهمني. امام بقى في تراجع، مش عارف ده بدني ولا حاجه ثانيه. حابب بس افكرك ان الاهلي باقي له 7 ماتشات يكسب منهم 4 بس ياخد الدوري. تحيه اكيد لكولر، بس في النهايه احب اقول وداعا للديانج.